عليكم الناس اللي ما كيعرفونيش. انا سميتي اسامه الحارثي، والهدف ديال الفيديو ديالي هو انني نخلي بنادم انسبيرا ولا انسبيري بنادم على هيلثي لايف ستايل، على بزاف د الحوايج اللي هما زوينين. اليوم غادي نقول لكم 4 ديال الحوايج الا تبعتيهم 100% وغتولي تحس براسك انك عندك واحد اللايف ستايل وواحد النمط ديال الحياه اللي هيلثي، وكتحس براسك برودكتيف وكتحس براسك دير شي حاجه زوينه في حياتك. الحاجه الاولى اللي هي الرياضه. الناس اللي عندي في انستغرام ولا غادي غيلاحظوا انه تقريبا يوميا كنمشي لاصال كندير الرياضه. ملي كنقول لاصال راه ماشي ضروري تمشي لاصال دير الميسكيلاسيون، راه ماشي ضروري انك خصك دير النوع ديال الرياضه اللي غدير. ملي كنقولوا الرياضه راه هي الميسكيلاسيون، لا، اي نوع ديال الرياضه. تقدر دير كارديو، تقدر مثلا ستريتشين، تقدر دير يوغا، تقدر دير اي حاجه وما تجلسش بلاش. الرياضه شي حاجه اللي مهمه في الحياه ديالنا، وخاص اي واحد ياخذ هذه الرياضه كانها لايف ستايل، كانها واحد النقطه اللي خصو يديرها يوميا، ولا واحد التاسك اللي خصو يديرها يوميا، ماشي هدف. مثلا خاصني ندير الرياضه باش نقص الوزن ديال الجسم ديالي وصافي، ولا خاصني ندير الرياضه باش ناخذ مثلا كتله عضليه واللي عندي واحد الجسم زوين. لا، خذ الرياضه كانها نمط ديال الحياه. الرياضه اللي حاجه زوينه بزاف والناس خصهم ياخذوها زعما كاينه بجديه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي النعاس ثم النعاس. هذه ربما في المغرب ما كنركزوش عليها بزاف، لأنه أنا ملي كنت في المغرب شحال هذه مازال ملي كنت صغير نقدر نعس أي وقت بغيت نقدر نعس فيه. مثلا ما كانوش كيقولوا لنا نعس مع 10 ولا مع 11 ولا لا، نعس وقت ما بغيت. الصباح يفيقوني غنمشي للمدرسة، الله يعيني نكون نعس غير 2 سوايع 3 سوايع نعس، والصباح غادي نمشي للمدرسة، يفيقوني بزاف وغنمشي للمدرسة. الانسان خصو ضروري ينعس من 7 ديال السوايع حتى 8 ديال السوايع. ربما هذه المعلومه كلشي يعرفها، ولكن الحاجه اخرى هو هاد 7 حتى 8 السوايع راه ما غتعوضهاش لك النعاس ديال النهار. يعني النعاس خصو يكون في الليل نعسو، والوقيته ديالنا اللي محتاج الجسم ديالنا. الحاجه الثالثه اللي هي التغذيه. التغذيه هي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، وبزاف ديال الناس ما كيحاولوش يركزوا على انه ياكلوا مثلا فواكه اللي تكون متنوعه، ولا ما ياكلوا مثلا. حاولوا تاكلوا 5 ديال الفواكه والخضر اللي يكونوا الالوان ديالهم مختلفين، لحقاش كل لون ديال الخضره ولا كل لون ديال الفاكهه كيكونوا فيه فيتامينات اللي كتكون مختلفه على اللون الاخر. مثلا تاكلوا 5 ديال الفواكه اللي يكونوا الانواع ديالهم ولا الالوان ديالهم مختلفه، باش تحاولوا انه تخليوا يعني الجسم ديالكم كياخذ انواع ديال الفيتامينات مختلفه خلال اليوم. النقطه الرابعه اللي هي الماء راه ماشي ضروري خصنا نشربوا الماء حتى يكون فينا العطش. راه بعض المرات الا تسنيتي حتى يكون فيك العطش راه ما غيجيكش العطش، ما تقولش جاني العطش عاد خاصني نشرب الماء. لا، خاصك تشرب الماء في اي لحظه. الماء راه خصو يتشرب في اي لحظه. تكون هز معك القريعه ديالك، تكون برا لداخل، ديما تكون واحد القريعه ولا واحد الكاس ديالك اللي كيتسد حاطو حداك فيه الماء. غيبان لك داك الكاس تشوف هكذا، شرب. الجسم ديالنا ضروري كيحتاج الماء باش يبقى رطب، وما كيساعدنا بزاف الحوايج. كيخلي لنا السكين ديالنا كيبان مزيان، كيحاول انه ينقل لنا دوك الفيتامينات وداك الشيء اللي كناكلو في الدم ديالنا. الماء راه شي حاجه اللي مهمه، وخاصنا ضروري نشربوا تقريبا من 2 لتر حتى 3 لتر في النهار. وانت لا تسنيتي حتى يجيك العطش واش غتشرب 2 لتر و 3 لتر في خطره؟ راه امبوسيبل. هادشي علاش خاصك ديما تكون حداك القريعه ديال الماء، وتكون كتشرب في اي لحظه. هز بعد القريعه وشرب. الا تبعتي هاد 4 ديال النقاط، تراست مي والله حتى غيولي عندك واحد نمط حياه اللي زوين، وغتولي حاس براسك عايش حياه زوينه ودير شي حاجه زوينه في حياتك. وما تنساوش سبسكرايب الا بغيتو، الا ما بغيتوش اتس اوكي. باي.